تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري. مباراة هي الأقوى، مباراة هي الأهم الموسم الحالي، لازم كل حاجة فيها تتعامل صح. لكن التشكيل المتوقع هيبقى عكس التشكيل اللي احنا بنفضله، والتشكيل الأفضل اللي الأهلي المفروض يبدأ بيه. التشكيل المتوقع قدامك على الشمال هتلاقي في حراسة المرمى محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، قلبين الدفاع رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، باك شمال كريم فؤاد، في نص الملعب مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور. في الثلاثي الأمامي طاهر على اليمين، حسين الشحات على الشمال، وسام أبو علي رأس حربة. ده التشكيل المتوقع. لكن لو هتسألني عن رأيي في التشكيل الأفضل، أتمنى يكون مصطفى شوبير حارس الأهلي، أتمنى يكون عمر كمال الباك اليمين الأساسي، وجنبه رامي ربيعة مع محمد عبد المنعم مع كريم فؤاد. مفيش مشكلة على كده. في الثلاثي اللي في نص الملعب لا اختلاف على مروان، أكرم مع إمام عاشور. والثلاثي الأمامي أتمنى إن حسين الشحات يلعب على اليمين في مركز الجناح اليمين، أتمنى إن طاهر ما يكونش موجود، وأحمد عبد القادر يكون جناح شمال، وسام أبو علي رأس الحربة. ده التشكيل اللي لازم إن شاء الله نبدأ بيه، أو بفضل إن احنا نبدأ بيه. ممكن مدام كولر صرح وقال إن الشناوي اللي هيلعب، تشيل مصطفى شوبير وتلعب بالشناوي، مفيش مشكلة. لكن لازم تبقى عارف إن طاهر مش عايزين يكون أساسي، ولو هيكون أساسي يكون في الجناح الشمال. حسين الشحات لو هيلعب يلعب جناح يمين. حسين الشحات محتاج يكون بعيد عن محمد الشيبي، لاعب مستفز، لاعب رخم، لاعب قليل الأدب. فأنت بتلعب بلاعب زي حسين الشحات، ما بينه وما بين حسين ما بينه وما بين الشيبي مشكلة. فأكيد المشكلة دي هتبقى موجودة في التدخلات، موجودة في الاستفزازات داخل الملعب. فأنت أفضل حل تبعد حسين الشحات عن اللاعب ده، وكده أو كده أنت عندك مشكلة في مركز الجناح اليمين. يقدر يلعب حسين الشحات ويحلها. وكمان حسين الشحات بيجيد ويقدر يصنع أهداف ويقدر يصنع الفارق في مركز الجناح اليمين، وده مهم جدا ان انت تبقى حاطه في حساباتك. العب على الشيبي ان انت اللي تستفزه وان انت تخرجه بره المباراة، سواء بوجود طاهر سواء بوجود احمد عبد القادر. العب على الشيبي ان هو اللي يكون مستفز، مش ان هو اللي يستفزك ويخرج اهم لاعب عندك بره الجيم. زي ما قلت حسين الشحات جناح يمين، وسواء احمد عبد القادر او رضا سليم او طاهر جناح شمال، مفيش عندي مشكلة. عمر كمال اساسي، لا غنى عن وجود عمر كمال في مركز الباك اليمين. محمد هاني يكون دكة، ما يلعبش بشكل اساسي. ده التشكيل المتوقع والتشكيل الافضل بالنسبة ليا. انت تشكيلك ايه اللي تحب تشوفه في المباراة دي؟